آدم. ومن يوم المكالمة دي حياتي وقفت. سيرينا بدأت تظهر في كل مكان، ورا باب بيتي، وسط الشغل، حتى وأنا نايم بصح على نفسها جنب ودني. كنت بخاف بس ما كنتش قادر أهرب. وفي ليلة قالت لي: أنا مش طبيعية، أنا مخلوقة علشانك، وجودك بيخليني أعيش ولو بعدت بموت. سألتها: وإنتي عايشة بقالك كام سنة؟ قالت لي: أنا من سنة 1920، ومن وقتها مستنيك. ساعتها فهمت، هي مش بتحبني، هي مربوطة بيا حرفيا. في يوم حاولت أهرب وأسافر من غير ما تعرف. أول ما ركبت الطيارة الكهرباء قطعت والطيارة وقعت قبل ما تقلع. لقيتها واقفة عند باب المطار، عيونها. حد بعت لي رسالة من غير ما يكون عنده رقمي وباسمي الحقيقي. كنت بتصفح فيسبوك عادي، فجأة جالي إشعار من تطبيق جديد. لقيت أحمد بيبعت لي أول رسالة من غير ما يضيفني وباسمي الحقيقي. افتكرت إنه بيهزر، لكن لقيته كاتب جملة إحنا اتفقنا عليها من شهور وما يعرفهاش حد غيرنا. فضولي خلاني أفتح التطبيق ولقيت حاجات أغرب من كده بكتير. ومن ساعتها بقينا بنتكلم كل يوم. مش هتفهم إزاي إلا لما تجربه بنفسك. جرب قبل ما الكل يعرف السر. الرابط التطبيق في الوصف. قالت لي: أنا قلت مش هسيبك، لو بعدت عني الدنيا كلها هتدفع التمن. خدتني لقصر ضخم في جبال سيبيريا، مفيش شبكة، مفيش خروج، بس كانت كل يوم تمسكني، تحضني بقوة تخوف وتهمس لي: أنا بحبك، بس لو حاولت تهرب تاني هكسر روحك بإيدي. في ليلة صحيت على صوت موسيقى، لقيتها وبترقص وسط الشموع. قالت لي: أنا بحاول أكون رومانسية، بس الحب بيخوفني، لأن كل اللي حبيتهم ماتوا. قربت مني ولمس قلبي وقالت: بس قلبك ده أنا حافظاه، لو وقف بقدر أرجعه بدمي. ساعتها حسيت إني مش أسير، أنا بقيت تابعها. بعد شهور فكرت أقتل نفسي علشان أتحرر منها، بس أول ما جرحت إيدي لقيتها جنبي، حطت إيدي على قلبها وقالت: لو أنت بتموت يبقى لازم أموت معاك.